سفينة بريطانية ماشية في البحر الأحمر. البحر هادي والجو جميل والبحارة مبسوطين، وفجأة كراش السفينة خبطت في شعب مرجانية وسط البحر. مفيش GPS، مفيش خرايط دقيقة، ومحدش فاهم ايه الصخور دي اللي طالعة من قاع البحر وبتكسر سفن دي. جاكسون، توماس، وودهاوس، جوردون. تحسهم 4 أصحاب قاعدين على قهوة في لندن، خيري ورشاد وبدوي. لكن اكشلي حكاية أغرب أسماء لمواقع الغوص في شرم الشيخ بدأت من الأسماء دي، موجودة في قلب البحر الأحمر من 150 سنة. إيه المواقع دي؟ وفيها إيه هناك؟ وهل فيها قروش؟ اسمع القصة. في القرن ال19 بريطانيا كانت من أكبر القوى البحرية في العالم، والسفن كانت بتعدي على طول من البحر الأحمر وطريقها للعالم. المشكلة إن مضيق تيران كان عبارة عن فخ عملاق للسفن، شعب مرجانية ضخمة تحت المية على طول، وأي سفينة تغلط غلطة كفيلة تضيعها. فقال لك يا باشا ما ينفعش الكلام ده، بعتوا فرق بحث يعملوا مسح وخرايط يعرفوا الدنيا فيها إيه، والفرق دي طبيعي كانت بتسمي أسماء الشعب المرجانية والأماكن اللي هي بتكتشفها بأسماء الضباط والسفن وقادة السفن اللي شاركوا في اكتشافها او رسمها. وعشان كده جاكسون، توماس، وودهاوس، جوردون، كل دي اسماء الغواصين بتغطس فيها لحد النهارده. الاشهر منهم جاكسون ريف، وده اللي الناس والغواصين بتنزلوا عشان تشوف اسماك احجام. قلبي يا ناس. في موقع هناك كمان شويه بقى سفينه غرقانه قبرصيه اسمها لارا. السفينه دي جنحت على الشعب بسبب الظروف الجويه وبقت جزء من المشهد، وتقريبا الغواصين بيصوروها كل يوم. الوود هاوس بقى ده اللي عامل نفسه مهم، مكان كده ما فيهوش مكان تربط فيه المركب. المركب ما بتقفش بسهوله وطيارات قويه، ولو سبت نفسك تروح السعوديه. بهزر، بس الموضوع هناك مش سهل. بتعمل حاجه اسمها دريفت دايف، حد عارفها؟ توماس ريف بقى الصغير المشابه، صغير لكنه في اشهر كانيونز في البحر الاحمر. وكانيون ده بمعنى شق ضيق كده بيكون بين الشعب المرجانيه، وانت نازل تحس ان انت داخل فيلم مغامرات بس مغامرات بجد، من اللي شايلك خوف جوه. حتى اسالوا الشيخ عيسى، شاوت اوت للشيخ عيسى يا جماعه. جوردون ريف بقى صاحب اشهر قصه سفينه غرقانه هناك اسمها لوليا، ويا رب اكون بقول الاسم صح. قال له عدي الشارع واسال على سمير ويليام. سمير إليال، السفينه اللي واقفه هناك لسنين وخبطت في الشعب المرجانيه بشكل غريب. العجيب هناك ان السياح والغواصين بيجوا كل سنه ويتكلموا على جاكسون وتوماس وجوردون، لكن قليل اللي عارفين ان دي اسماء ضباط ومستكشفين اترسموا وحطوا اساميهم على الخرايط دي. سبحان الله، المكان اللي كان رعب للبحاره وبيكسر السفن بقى واحد من اجمل مواقع الغوص على الكوكب. انا كوميونتي الغوص عندي مثلا كل كام شهر لما بيجوا مصر لازم نغوص هناك. شرم الشيخ عموما احفوره بين التاريخ والجغرافيا، سينا تدخلها قلبك يهدى. ولو بايدي كنت غيرت الاسماء دي لاسماء تانية، بدل جاكسون وجوردون والغواص يبقى واقف مش عارف يرد على السياح يقول له ايه، ومش عيبه لان هو مش بتاع تاريخ. سموه زويل، سومة، شعبان، عبد الرحيم، سموه زي ما تسموه، المهم لما يسالونا الاسم ده ليه نحكي تاريخه. دمتم سالمين.